لحد ما وصلنا ل 2015 وظهرت سياسه الاستخدام العادل. جم قالوا لك معلش احنا عايزين نقدم لك بقى سرعات حلوه بقى، انسى بقى ال 512 والميجا وال 2 ميجا والكلام ده، احنا عايزين بقى نديك 30 ميجا و70 ميجا و100 ميجا بس، احنا يعني هنقفلها لك على 140 جيجا بس. مع ان خلي بالك ايامها للاسف كانت ال 140 جيجا رقم كويس، الاستهلاك كان معقول، وال 140 جيجا كانوا بيكفوا حتى حجم الالعاب، حجم الافلام، كانت الحاجات دي صغيره ومحدوده، فال 140 جيجا كانوا رقم مش وحش اياميها، وما كناش معتمدين على الانترنت زي النهارده، ما كانش عندنا دراسه اونلاين، ما كانش عندنا شغل اونلاين قد كده. وقال لك اياميها ان البنيه التحتيه ما تستحملش، قلنا مش مشكله، الكلام ده برضو الكلام ده عدى عليه النهارده 11 ولا 12 سنه او 13 سنه. انما تيجي تقول لي من 2015 ل 2026 احجام الباقات ما زادتش، بالعكس ان سعرها غلي. ماشي سعرها غلي نظرا للضرايب ونظرا لقيمه الجنيه مقابل الدولار، مش مشكله، بس الحجم زي ما هو. ال 140 جيجا اللي انت اديتهم لي في 2015 هم ده زمان، انا فاكر ان كان في باقه 75 جيجا كمان، ما كانش ال 140 جيجا دي هي الستارت. احنا بنتكلم في 11 سنه ما فيش تطور واحد حصل. امال الثوره اللي حصلت عندنا في البنيه التحتيه والفايبر اللي ملا مصر كلها، وحتى لو ما كانش شغال فايبر فالبنيه التحتيه اختلفت. انزل بص على البوكس بتاع الموبايلات او بتاع التليفونات الارض اللي تحت البيت عندك، هتلاقي شكله بقى كويس وبقى منظم واتصلح وفي خطوط جديده اتمدت، والموضوع بقى اجمل بكتير سواء من ناحيه الفايبر او من ناحيه التليفونات الارضي، فالموضوع اتطور جدا. فموضوع 11 سنه والباقات زي ما هي، ده مش كلام منطقي، ده مش كلام يدخل عقل بني ادم. لحد من كام سنه لما ظهر الهاشتاج لاول مره بتاع انترنت غير محدود في مصر، والناس طلعت اتكلمت واتفقوا مع بعضيهم ان هم احنا مش هنسكت وهنعلي الترند بتاعه و بس للاسف ولا حد سمع. سياسه الشركات في مصر للاسف او في التعامل مع المستخدم المصري، ودي حاجه انا باخد بالي منها، هو بس هيعمل صداع شويه وبعد كده هيزهق وهيقعد ساكت. جت الناس اتفقت مع بعضيها قالوا احنا مش هنجدد الباقه الشهر ده. للاسف انا ايامها كان عندي اعتراض على الحل ده، وكنت بتناقش مع الناس فيه. يا جماعه في ناس ما ينفعش الانترنت يتقطع عنها ساعه واحده، في ناس للاسف حياتها كلها قائمه على الانترنت، سواء طلب الجامعات بيدرسوا اونلاين، سواء ناس بتشتغل اونلاين. في حاجات كتير ما كانش ينفع ان احنا نقول ان احنا لا احنا مش هنجدد الباقه الشهر ده. بس اللي انا شايفه بيحصل المره دي ان اولا ما حدش طلع قال لك مش هنجدد، بس الناس اتكلمت وبدات تتسمع وبقى في كلام في التلفزيون، وده كله بفضل كلام نائبه في مجلس الشعب الدكتوره مها عبد الناصر لما اتكلمت وقالت ان الانترنت بقى شيء اساسي واحتياج اساسي في مصر وما عادش ينفع يبقى محدود والكلام ده كله. وقدمت 3 حلول. يعني انا للاسف بالنسبه لي ال3 حلول في حلين فيهم ما ينفعوش. الحل الاولاني ان احنا نكبر حجم الباقات، بس احنا هنا هنرجع لنفس نقطه ان احنا بنبيع بالكيلو. يا جماعه ما ينفعش تيجي تقول لي هديك 500 جيجا ولا 600 جيجا، ده مش كلام منطقي. يعني خفض الاسعار، ودي برضه هنبقى هي نفس المشكله، ان احنا برضه بنشتري، بس الفرق ان احنا بدل ما بنجدد نت في الشهر ب 1000 جنيه، يا اما الحل الثالث وهو الحل المنطقي واللي الكل بيطالب بيه، ان انت تخلي الانترنت غير محدود في مصر تماما. وبعد كلام الدكتوره مها عبد الناصر بدا الهاشتاج يظهر تاني، والناس بدات تتكلم، والردود الفعل كانت جميله، والناس بدات تدعم بشكل اكبر من المره اللي فاتت، لان خلي بالك الاحتياج للنت السنه دي غير السنه اللي فاتت غير السنه اللي قبلها، فالناس المره دي مقروصه والناس موجوعه جامد.